السلام عليكم. مركز جراحات الشخير، وزي ما بنقول دايما من فضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. معانا النهارده الاستاذ سيد، 33 سنه، شخير وخنقه وسدة انف وشغلانه كبيره، صح كده؟ صح. و33 سنه لسه شايلين له الدعامه دلوقتي حالا. قول لي كده بقى يا استاذنا العزيز، انت جيت تعمل عمليه ايه؟ والله جيت اعمل عمليه وانا بنام بيقولوا صوت شخيرك عالي جدا. مين اللي بيقول؟ لا، في البيت عندنا والدتي ووالدي، انت بتنام وانت نايم بتتخنق اكنك بتغرق، تقطع النفس. فجيت اكشف اشوف رحت لحد قبل كده عملت كشوفات؟ والله رحت كتير. كان بيبقى التشخيص ان دي حساسيه جيوب انفيه. حساسيه جيوب انفيه؟ حساسيه جيوب انفيه كان بيبقى عباره عن العلاج عباره عن بخاخات كانت بتجيب نتيجه بالليل معاك في الخنقه والكلام ده؟ كانت لفتره معينه وبس. هياها. وبعد ما القصه دي كانت بتحصل لي اكتر في الشتاء، كان بيجي لي خنقه جامده في الشتاء. وبعد كده لما الصيف بيجي كان بيبقى الدنيا عاديه، بس برضه يعني الواحد بيبقى نايم ما بقاش مستريح وهو نايم. قول لي بقى 10 ايام وعملنا العمليه، اخبارك ايه في ال 10 ايام؟ سيبك من احنا شلنا دلوقتي الدعامه والدنيا بعد كده تتحسن عشان انت مناخيرك فاتحه، اخبارك في ال 10 ايام دول ايه؟ ال 10 ايام انا نايم عادي، مفيش اي مشكله، مفيش شخير، بس يعني هو حاجات خفيفه جدا. خفيف تقريبا من تاثير الدعامه. اكيد. بس قالوا لك ايه في البيت؟ ده اللي يهمني الحقيقه. لا، الحمد لله مفيش شخير، مفيش حاجه. والدته قاعده وبتقول الحمد لله الحمد لله احسن بكتير. مفيش خنقه، مفيش قطع نفس. طيب عايز ايه تاني؟ الحمد لله. عايز ايه تاني بس قول لي. الحمد لله. كانت اكتر حاجه مضايقاك في موضوع الشخير ده ايه والخنقه والكلام ده ليك انت؟ انا كنت مثلا ببقى نايم، وانا نايم مره واحده الاقي نفسي قمت نطيت من على السرير على البلكونه عدل. يا في السن ده مش قادر اخد نفسي. وطبعا بيبقى متجوز ولا حاجه؟ لا لسه. بيبقى الهواء انت لو كنت متجوز كنت هتشوف ايام مش ظريفه عشان تعرف، بس يعني مش عايز اتكلم اكتر من بطلع اتنفس اكن الهواء تقيل، مش قادر. طب خد نفس كده. لا، الوضع مختلف. انا لسه شايل الدعامه. ايوه مختلف الوضع فعلا؟ مختلف. لا مختلف. وهي الدعامه كانت راكبه برضه، انا حاسس ان في اختلاف. وهي راكبه كان في اختلاف للاحسن؟ فعلا. كانت الاول انا عندي سده في الانف على طول، كانت دي بتبدل مكان دي. دي بتسد، دي تشتغل، دي تفتح، دي تسد كده دايما. فلا دلوقتي لا، مفيش. ان بس كانت دعامه راكبه وشويه مخاط، مجرد ان انا كنت بنظف المخاط. هتقول لي اي حد يعني عنده سده مناخير، عنده حاجز انفي، لا اي حد عنده سده مناخير او حاجز انفي او بتاع يجي يكشف ويشوف بالظبط كده. يشوف مشكلته ايه. برافو عليك. ويحلها. ده الكلام المنطقي، بس عشان يعيش مستريح ويعيش مرتاح بعد كده. كلامك صح 100%. لان بعد كده، لان هي اصلا الموضوع متعب. انت عشته؟ طبعا. متعب. الواحد بيجي له مثلا بالليل وانا نايم، ممكن كان بيجي لي فوبيا ان انا ما اقدرش انام اصلا من الخرقه اللي خايف. طبعا. ما اجي احط دماغي على السرير واقوم على طول. فلا، ليه؟ لان الواحد خايف وهو نايم يتخنق، فكان الواحد بيبقى قلقان وهو نايم. انما دلوقتي الحمد لله. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله سلامتك. الله يسلمك. طبعا احنا الانف يعني شويه معلومات طبيه صغيرين كده. الانف طبعا بنعملها بالمنظار، حاجز الانفي، واهم حاجه الحقيقه في عملياتنا في عمليات الشخير هو الحاجز الانفي. الحل سيد كان عنده مشكله بايخه جدا، نسينا نقولها. فاكرها ولا مش فاكرها؟ في زورك وفي حلقه بقيت اللوز. كان عنده مشكله طبعا في الحلق، غير سقف الحلق كان عنده بقايا لوز. للاسف بقايا اللوز لما ما بتتشالش كويس بتبتدي يحصل فيها تضخم شويه، بتبتدي تعمل له كأن عنده اللوز بالظبط، مع انها ايه؟ بتبقى حته يا دوبك قد يعني نص الفولايه كده، ولكن بتعمل نفس اعراض اللي كنت تحس بيها، نفس اعراض اللوز، وجع شويه، حرقان شويه. بصراحه ما ولا مش قوي؟ مش قوي. المشكله كلها كانت في الانف. وفي الشخير. وبعدين بالليل برضو كان بيجي لي موضوع ارتجاع مريء. لا انس، مش هي دي. ال10 ايام دول كان فيهم ارتجاع مريء؟ لا. حسيت بكده؟ ما كانش فيه. لا ما كانش فيه. انا ساعات كان يجي لي وانا نايم شرقه وارتجاع مريء وخرقه. على فكره كتير جدا من العيانين عندنا بيجوا لي مثلا بمشكله في الانف، ولكن مع الكشف يتضح ان في مشكله في الحلق، لكن العيان دايما ما بيشتكيش الا بالشكوى الاكثر الما. هي دي اللي بيجي يشتكي بيها، بيقول لك شويه وجع في الزور، بساط، شويه مش عارف ايه في الزور. لكن لو اتعملت نقطه مهمه جدا، لو اتعملت الانف واتثابت الحلق
نسبه النجاح بتاع العمليه بالنسبه للعيان مش هيبقى، او بالنسبه لي انا على الاقل مش هيبقى مرضي، لان هو ممكن يقول لك نفسك بقى كويس، لكن حلقه بالنسبه لي مهم جدا. الشخير اللي هو كان عامل له مشكله، هو مش عارف بسبب ايه الشخير، لكن الشخير اللي عندك ده بسبب بقايا اللوز دي، لان احنا اللوز دي بقاياها شلناها، وزي ما بيقول كده مكان اللوز استخدمناه ان احنا نرفع لك سقف الحلق. يعني كلام طبي شويه مش عايزين نخش فيه. المهم في الاخر كويس تمام، سيبك من اي حاجه. الحمد لله. ووالدتك قاعده مبسوطه جدا، ويعني قاعده ايه نسيت الشكر لله. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك. الحمد لله. ودعواتك لينا بقى، ربنا يكرمك. دعواتك لينا ربنا يكرمك. ده فضل من ربنا علينا وعلى سيد ابو السيد وعلى مركزنا وعلى كل، علي انا اولا واخيرا الحقيقه. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.